يا صباح الفل. تعالوا بقى النهاردة اما نعمل العيش في البيت بطريقة سهلة وجميلة، ولو جربتوه هيطلبوه منكم كل يوم من جمال طعمه. لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملنا العيش الجميل ده ازاي. اول حاجة انا عندي 3 كوبايات دقيق، انا هنخلهم بالشكل ده. طبعا اعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها. بعد كده هحط حوالي ربع معلقة ملح، وهحط معلقة خميرة صغيرة، ورشة سكر صغيرة، ومعلقتين حليب بودر بيخلي طعمه حلو قوي. وحطيت حوالي معلقة زيت كبيرة، وهحط مكعب زبدة عشان يخلي لي طعم العيش حلو. وبعد كده هنزل بالمية بالتدريج وألم كده العجينة. وكل ما العجينة تحتاج مية بأنزل بالتدريج بالشكل ده كده، والم العجينة لحد ما العجينة تبقى حلوة معايا. هي العجينة كده خلاص كويسة، اسيبها بقى تخمر شوية. بعد كده بقى تعالوا نعمل طبق مسقعة حلوة قوي للعيش الجميل ده، من غير بقى قلي ولا تسبيك ولا اي حاجة، ويبقى خفيف كده وحلو. انا عندي بتنجان اي كمية بقى انتوا حابينها، انا هقشره بالشكل ده كده. طبق المسقعة ده بيبقى طعمه حلو قوي. هقطع بقى البتنجان كده مكعبات صغيرة بالشكل ده كده. وهقطع الكمية كلها بنفس الشكل. بعد كده بقى هحط شوية مية عليه وشوية ملح، واسيبه منقوع كده حوالي 10 دقايق. هقطع بقى الفلفل، ده فلفل سبايسي طبعا، ده اختياري براحتكم لو حابين تحطوا فلفل عادي. وعندي طماطمية قطعتها مكعبات كده. بعد كده بقى هشيل البتنجان من المية، هعصره كويس كده واشيله من المية. شايفين المية نازلة منه عاملة ازاي؟ بعد كده بقى عندي حلة على البوتاجاز، هحط فيها شوية زيت وانزل بالبتنجان. مش زيت كتير، يعني شوية زيت، يعني حوالي 3 معالق زيت كده بالكتير قوي. واقلب البتنجان كده. افضل اقلب فيه شوية كده لحد ما احس ان هو خد لون كده. بعد كده هحط الفلفل واقلبه تقلبتين معاه كده. عندي بقى توم مفروم، هحط معلقة كبيرة واقلبها معاه. واما ريحة التوم تطلع كده بقوم نازلة بالطماطمايه، واحط شوية ملح وشوية وكمون، واحط معلقة صلصة، واحط ربع كوباية مية، وهدي النار اسيبه بقى لحد ما يستوي براحته. انا عندي بقى العجينة خمرت اهي، هعملها كور صغيرة كده بالشكل ده. كل العجينة كده بالشكل ده كده. بعد كده بقى هرش شوية دقيق عشان افرد العجين. اخبز بقى بالشكل ده، وابتدي اعمله بالنشابة كده
انا هعمله مدور دي، فعشان كده بقى كل شوية بقلبه الناحية دي والناحية دي كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده، عشان يبقى الرغيف معايا مدور بالشكل ده كده. شايفين كده؟ شايفين الرغيف مدور ازاي؟ وده السمك المطلوب. اعمل كمان واحدة، بس انا هعمل دي طويلة كده شبه الكماج كده. هفردها بالشكل ده كده. وطبعا لما بعمل العيش بسيبه يرتاح حوالي 5 دقايق، مش بحطه في الطاسة على طول. شايفين دي طويلة بقى كده. بالشكل ده. عندي بقى طاسة سخنة على النار، النار هادية. هحط العيش كده، واول ما العيش يعمل فقاقيع من فوق كده بقوم قلبها على طول على الوش التاني. شايفين ما شاء الله قابب وحلو قوي. نتيجة هايلة جدا. ريحة المخبوزات في البيت عامة بتبقى حلوة قوي. بتخلي البيت كله فرحان. قلبته كده على الناحية التانية. اعمل واحد كمان، ده اللي هو الطويل اللي شبه الكماج. شايفين ما شاء الله بيقب جميل ازاي. حلو قوي. انا عاوزه اقول لكم ان العيش ده اتاكل وهو انا لسه بعمله اصلا من جمال طعمه. اعمل كمان واحد. لو حسيتوا ان الطاسه بردت شويه بقوم معليه النار، وبعد كده بهدي النار. شايفين ما شاء الله حلو قوي. واحلى عيش هتعملوه في البيت وهيطلبوا منكم كل يوم. شايفين الجمال؟ فتح نفسي، خلاني عملت طعمية بقى وقطعت طماطم. وده البتنجان المسقعة اللي انا عملتها، كان طعمها حلو قوي وخفيفة على المعدة وحلوة كده. شايفين العيش عامل ازاي؟ بجد تحفة، وطعمه كان حلو قوي. وبألف هنا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.